السلام عليكم غزالات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير واحوالكم جيده. رجعت لكم فيديو جديد غادي نتشارك معكم بلاصه جديده في مدينه طنجه بالنسبه للناس المقبلين على انهم يجيو لهاد المدينه هذه واللي بغاو يتعرفوا عليها. فانا هاد السلسله ديال الفلوغات في هاد المدينه هذه، فحاولت ما امكن انني نتشارك معكم جميع الاماكن السياحيه وكذلك الاماكن اللي تقدروا انكم تمشيو ليها اونصامبل مع الوليدات ديالكم مع العائله ديالكم في هذه المدينه هذه. سورتو بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يمشيو ما كيكونوش عارفين المدينه، ما كيكونوش عارفين شنو هما البلايص اللي يقدروا يشوفوا في المدينه. فاللي ما شافش الفيديو السابق فراني اقترحت عليكم اماكن اللي تقدروا انكم تزوروهم في هذه المدينه الزوينه. واليوم غادي نديكم لواحد البارك اللي معروف هنايا في مدينه طنجه اللي سميتو منار بارك. غادي تكونوا بطبيعه الحال شفتوه في العنوان. فهاد البارك هذا فيه مجموعه من لي جو ومجموعه من البلايص اللي تقدروا انكم تشوفوهم، وتقدروا كذلك انكم تدوزوا النهار اونصامبل مع وليداتكم. كاين لي ريستورون وسط البارك، كاين مجموعه من الاشياء اللي غادي نشاركها معكم. كذلك غادي نشارك معكم لي بري، غادي نشارك معكم شنو الحويجات اللي كاينين في هذا البارك هذا. فغادي ندير بكم واحد التور وغادي نرجع باش غادي نعطيكم لي ديتاي وغادي نعطيكم كلشي بالتفاصيل، المعلومات كاملين اللي غادي تحتاجوهم. فنخليكم دابا مع التور في البارك وغادي نرجع معكم ما تمشيو فين.
اي فوالا البنات كيما شفتوا فراه البارك كبير وفيه مجموعة من لي جو خاصة بلي زونفون وخاصة حتى بلي زادولت. فانايا دخلنا هنايا لهاد ليسباس جو اللي خاص بلي زونفون، فهكذا لعبوا وليداتي. فكما شفتوا هنايا راني ركبت مع الابناء ديالي في هاد اللعبه هذه اللي خاصه بالوليدات الصغار. فصافي غادي نعطيكم دابا جميع لي ديتاي وجميع المعلومات اللي غادي تحتاجوهم. فهاد البارك هذا كاين فيه جوج ديال البلايص. بلاصه خاصه فيها اسباس جو ديال لي زونفون اللي هو اللي كنا فيه، وكاين هاد الاسباس هذا اللي فيه لي جو اللي خاصين بلي زادولت. فبالنسبه للبري والاثمنه وهذا غادي نعطيكم كلشي بلي ديتاي. اولا بالنسبه للاسباس جو اللي خاص بلي زونفون كتمشيو كاين واحد الكيوسك في الدخله. هذا كتمشيو كتقطعوا لي تيكا ديالكم، ماشي شاك جو كتمشيو حتى لو جو اللي بغيتو تخلصوا، وانما كتقطعوا لي تيكي ديالكم في هذاك الكيوسك. هذاك الكيوسك نتوما على حسب شحال بغيتو، واش بغيتي تقطعي 100 درهم ديال لي تيكي، 50 درهم، 10 درهم، المهم ابارتير من 10 درهم. مثلا خلصتو 50 درهم ديال لي تيكي كيعطيوكم 5 ديال لي تيكي، كل تيكي القيمه ديالها 10 ديال الدراهم، وهكذا. مثلا خديتي 100 درهم ديال لي تيكي فكيزيدوكم جوج ديال لي تيكي فابور، وعاوتاني الا خلصتو 200 درهم كيعطوكم 6 ديال لي تيكي فابور. المهم دايرين هكذايا، دايرين هكذايا كل ما خديتي بزاف ديال لي تيكي كيعطيوكم دي تيكي فابور. لو نومبر ما عقلتش عليه اكزاكتومون، مي هادشي اللي عقلت عليه. ملي كتاخذوا هذوك لي تيكي ديالكم كيف قلت لكم راه ابتداء من 10 ديال الدراهم، تقدروا تقطعوا غير تيكي وحده ب 10 دراهم، والا بغيتو كتر فراه راكم كتاخذوا كتر. فملي كتاخذوا هذوك لي تيكي ديالكم كتمشيو كتشوفوا لي جو اللي كاينين، شاك جو دايره ببري. كاين بري ديال 10 دراهم، هذا كنهضر على ليسباس جو اللي خاص بلي زونفون. كاين 10 دراهم، كاين 20 درهم، هادو غالبا هادو هما لي بري اللي كاينين. كاين ديال 10 دراهم وكاين جو ديال 20 درهم. فمني تبغي تلعبوا شي حاجه كتعطيو لو تيكي ديال 10 دراهم، الا كانت الجو ب 10 دراهم، كانت ب 20 درهم كتعطيو جوج ديال لي تيكي اللي القيمه ديالهم هي 20 درهم. بالنسبه لو بري صراحه هو رخيص وما رخيصش. علاش؟ بالنسبه للجو فراه كتكون غير وقت قليل وصافي، دغيا كتسالي، يعني ماشي كتبقى واحد المده طويله والوليدات اشاك فوا كيبغيو يلعبوا، فكتلقاي راسك راك خسرتي بزاف ديال الفلوس. هذه من جهه. الا عقلتوا راني كنت شاركت معكم في مراكش، كنت شاركت معكم واحد البارك اللي زوين بزاف، بالوزا. راه عطيتكم جميع المعلومات عليه، اللي ما شافش الفيديو يمشي يشوفوا. الناس ديال مراكش صراحه راه عندكم بارك اللي زوين، وانا شخصيا جاني الثمن جد مناسب. فالمعلومات ما غاديش نكررهم هنا في هذا الفيديو، غادي نخليونا في هذا البارك هذا. واللي بغى يشوف فيديو ديال بالوزا فما عليه غير يمشي ويقلب في القناه فراه غادي يلقى الفيديو. هنايا كيف قلت لكم بالنسبه ليسباس جو ديال لي زونفون فهاد الشيء اللي كاين. بالنسبه ليسباس جو ديال لي زادولت فشاك جو عجباتك كتمشي ليها وكتخلص في الكيوسك ديالها. بالنسبه للاثمنه فما بين 20 درهم حتى ل 50 درهم للجو. هادشي اللي كاين بالنسبه للاثمنه. بالنسبه للمرافق اللي كاينين هنا ابار لي جو ديال الكبار وديال الصغار، فكاين لاكوا بارك. بالنسبه لاكوا بارك غادي نديكم وغادي نحاول انني نوريها لكم، واخا راه سادين دابا سي نورمال حيت بارد الحال فراهم سادين، ولكن انا بغيت نوريكم ليسباس هكذا الناس اللي غادي يجيو في الصيف ان شاء الله يعرفوا اشنو كاين هنا. فواحد ليسباس ديال لاكوا بارك اللي زوين، جا كيطلع على لا بلاج، واحد المنظر اللي جد رائع. كاين كذلك مجموعه من الاشياء، كاين سيارات سباق كاينين على الدخله ديال البارك. هادو بطبيعه الحال خاصين بالناس الكبار. كاين الخيل الا بغيتو تركبوا في الخيل. كاين المهم مجموعه من الاشياء غادي تكتشفوها في البارك. كاين الريستورون الا بغيتو تغداو مع وليداتكم. كاين واحد السينما كاينه تما 12 دي، فيها حتى هي واحد لاسباس كبير فيه مجموعه من الالعاب. ما دخلت صراحه ما صورتش لكم لحقاش مانعين التصوير لداخل.
فما صورتش لكم، ولكن راه غادي نشد لكم واحد اللقطه هكذا باش غادي تشوفوها. نرجعوا لاكوا بارك. انتم كما كتشوفوا راهم سادين، كاين بزاف بزاف ديال الاشياء صراحه في هذا البارك هذا اللي زوينين وانتريسون صراحه. بارك زوين. بالنسبه للاكسي اللي غادي يسولني على لاكسي واش سي غراتوي ولا كتخلصي، فلاكسي غراتوي، ولكن لي جو راكم كتخلصوا بطبيعه الحال، وكيبدا من ابارتيغ من 10 درهم حتى ل 50 درهم لشاك جو. فهادشي اللي كان خاص بهذا البارك هذا. فراني حاولت انني نعطيكم جميع المعلومات وجميع لي ديتاي، وحاولت نصور لكم جميع المرافق اللي كاينين في البارك هكذا باش تاخذوا فكره. بطبيعه الحال الناس اللي غادي يجيو اول مره واللي ما عمرهم عرفوا هذا البارك هذا، فحاولت انني نوريه لكم وصافي. هادشي اللي كاين. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، نكون شرحت لكم كلشي بلي ديتاي. وبطبيعه الحال الا كان عندكم شي استفسار ولا شي تساؤل فخليوه لي غير في لي كومونتير، راني غادي نحاول انني نجاوبكم. واخا راه عندي واحد المشكل انني اون فوا كنجاوب على شي كومونتير فراه كيتمسح لي، ما عرفتش صراحه شنو المشكل اللي عندي، باقي ما تعالجش ليا هذا المشكل. ولكن الا ما جاوبتكمش في لي كومونتير راكونوا اكيدين انني غادي نجاوبكم في شي فيديو. غير كونوا حريصين على انكم تشوفوا جميع الفيديوهات، وهكذا باش تشوفوا جميع الفيديوهات فاللي ما مشتركاش في القناه تشترك وتفعل الجرس. ما خسرت حتى شي حاجه. الا استفدتي شي حاجه من هذا الفيديو فكوني اكيده انك غادي تستافدي حتى من الفيديوهات الجايين. وبطبيعه الحال اللي عجبو الفيديو خلي لنا لايك، خلي لنا دي كومونتير اللي زوينين للتشجيع فقط. وبالنسبه للسينما اللي قلت لكم فها هي اون فاس معكم. فكيف قلت لكم حتى هي راها اسباس كبير من الداخل وفيها مجموعه من لي جو، ولكن نظرا لانهم ما خلونيش نصور فلهذا ما تشاركتهاش معكم. فكان هذا هو الفيديو ديالنا لهذا النهار. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. كنضرب لكم موعد فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء، خليتكم على خير.